فيديو النهارده مختلف. دلوقتي جاي اكلمك عن قاعده quality versus quantity، او بشكل تاني دايما التوتر بتاعتي بتقوله اللي هو do more with less. اعمل حاجات كتير بحاجات قليله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بالبلدي كده الكيف اهم من الكم. يعني مثلا في حد هيجي يقول انا يا مس بسمع كتير ولكن مش حاسس ان انا بيحصل عندي تحسن في listening skills. طب ايه المشكله هنا؟ المفروض اعمل ايه؟ المشكله هنا ان انت شغال على الكم. انا بسمع كتير وبتفرج على افلام كتير بس مش بشتغل على الكواليتي. ولكن انا بالنسبه لي لما باجي اشتغل على حاجه بركز على الكواليتي اكتر. بمعنى ان انا ممكن مثلا بدل ما اسمع كل يوم اوديو مثلا من البي بي سي مثلا 6 minute انجلش، او بسمع في اليوم 5 اوديوز مثلا، لا انا ممكن اخد اوديو واحد والاوديو ده يقعد معايا يومين 3 او يقعد معايا اسبوع كمان. بس عايز اقولك في اخر اسبوع ده انا بكون خلاص حفظته وشربته خلاص، يعني مفيش حاجه تانية ممكن اعملها في الاوديو ده. اللي هو اول حاجه بشتغل على الفوكاب، اتعلمت كل الفوكاب اللي ناقصاني او الحاجات الفوكاب الجديده اللي موجوده فيه، اي ادفانس جرامر اتعلمتها منه. عملت كمان شادوينج لنفس الاوديو واتعلمت الكونكتد سبيتش فيتشرز، اي حاجه جديده في النطق ما كنتش عارفها بقيت بسمع وبكرر وبسمع وبكرر. ففي نهايه الاسبوع ده خلاص مفيش حاجه تانية ممكن اعملها مع الاوديو ده. ففعلا فعلا فعلا بتلاقيني اشتغلت على الكواليتي، وبتلاقيني فعلا حصل عندي تحسن، لان بدات استخدم الكلمات اللي انا اتعلمتها من الاوديو ده، بدات استخدم الجرامر اللي انا بدات اتعلمه من الاوديو ده، بدات استخدم الكونكتد سبيتش فيتشر، فنطقي اتحسن من خلال الاوديو ده. مش مجرد ان عمال اسمع اوديوز وخلاص ولكن ما بركزش على الكواليتي. فبجد حاول انت تشتغل على القاعده دي quality versus quantity او do more with less، هتلاقي فرق كبير جدا في مستواك في الانجليش. باي.